وهاي حبايبنا كملنا التمن باقيلا بهالشكل هذا، ومرقة الباقيلا بهالشكل هذا، وهذا شكلهن النهائي. وألف عافية، ولا تنسون حبايبنا اللايك والاشتراك بالقناة. وألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم نسوي وياكم مرقة باقيلا وتمن باقيلا. طبعا باقيلا يابسة منقعتها من البارحة واليوم، بين فترة وفترة أبدل ميها. تعالوا ويانا نكمل باقي الطريقة. وهسه حبايبنا خلينا الباقيلا على النار ننتظرها تستوي ونرجع لكم. هسه حبايبنا بعد ما فارت بهالشكل هذا نصينا النار عليه. هسه نشيل الروة اللي هي هاي، ننتظرها تستوي زين. طبعا نصيت النار عليها لين تستوي أسرع. حبايبنا بعد ما صارت الباقيلا واستوت، طبعا بقى ميها قليل وهسه حنبدي نطبخها. تعالوا يعني نكمل باقي الطريقة. وهسه حبايبنا هعزل جزء منها سوي مرقة، والباقي اسوي تمن باقيلا. صار من بصل ناعم. وهسه نضيف البصل للزيت. تعالوا يعني. هسه نبدي نحمس البصل والزيت شوي. وهسه حبايبنا ضفنا ملعقة ونص معجون نحمسهم سوا هالشكل هذا. وهسه حبايبنا بعد ما حمسنا البصل والمعجون ضفنا الباقيلا. هسه نضيف المي. بعد ما فارت المرقة هسه نضيف شبنت ونضيف الملح. نضيف ملعقة، والملعقة الثانية من الشبنت للمرقة. هسه نضيف الملح. وهسه نضيف الملح. دائما نقول الملح حسب الرغبة. وهسه حبايبنا حنسوي تمن باقيلا. جدر خلي بيه زيت يحمى الزيت. بعد ما حمى الزيت ضفنا التمن والباقيلا. هسه نضيف بعد التمن حوالي نص كيلو، والباقيلا حوالي ربع كيلو. هسه نضيف الشبنت باقي ثارمتها ناعم. هسه حضيفها للجدر. تعالوا يعني. طبعا التمن او الرز اني بازلته هسه، ومثل ما تعرفون الباقيلا سالقتها. هسه اتركهن يتهدرن ونرجع لكم. وهاي حبايبنا كملنا التمن باقيلا بهالشكل هذا، ومرقة الباقيلا
بهالشكل هذا، وهذا شكلهن النهائي. وألف عافية، ولا تنسون حبايبنا اللايك والاشتراك بالقناة. وألف عافية.